بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السيد الرئيس، السادة الحضور الكرام، ضيوفنا الأعزاء، السادة رجال الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة هي ليست كلمة محضرة ولكن مساهمة في موضوع هام. أنا لم أتذكر إلا اليوم أننا بصدد تاريخ له مرجعية دولية، وهو اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. بقي عالقا في ذهني أن المناسبة هي الاحتفال بانطلاق الاحتجاجات الربيع العربي في 20 فبراير 2011، وأظن أن الأمران متلازمان نظرا لمرجعية السيد الرئيس، وأظن أن الأمر في محله. هذا التاريخ بالنسبة لنا معشر السادة الكرام المحترمين هو تاريخ التعبير عن عدم الرضا، وفي نفس الوقت انطلاق مسلسل ذكاء شعب استطاع أن يتعامل مع حدث كبير وخطير بذكاء يوازي عمق تاريخه ويوازي كفاءاته المعروفة بمبادرة ملكية رائعة لم تتأخر عن الاحتجاج الاجتماعي أكثر من 18 يوما تقريبا، بخطاب تاريخي استجاب من خلاله جلالة الملك لمعظم ما تطلبه الاحتجاج الاجتماعي منذ الاستقلال إلى تلك اللحظة، وكون منطلقا لمعالجة المشكل، فعولج بالطريقة المغربية الاستثنائية التي تعرفونها، والتي أدت إلى هذا الاستقرار وأدت إلى هذه التنمية التي شهدناها بفضل الله تعالى في هذه السنوات الست التي مرت الآن. ولكن هذا لا يجب أن ينسينا أن الإشكال ما يزال موجودا، بمعنى أن الناس حين يخرجون للاحتجاج في الشارع فذلك يوازي الألم الذي يتسلط على جسد المريض فيضطرب ولا يكون مرتاحا. جسد عنده ما يأكل وما يشرب وكافة شروط الراحة، لا يضطرب إلا إذا بطبيعة الحال تسلط عليه الجان، هذا شيء آخر. كالذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا شيء آخر. على كل حال العفاريت ما بقيناش كنقدروا نقولوا لهم، دابا كنتكلموا على الرجال. الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا الجسد الذي معنى ذلك أن هنالك اختلال في هوية الجسد الذي ينتفض، اختلال في توزيع الثروة في الجسد الذي ينتفض، اختلال في موازين العدل في الجسد الذي ينتفض، اختلال في عدم الاستجابة للرغبات الطبيعية الموجودة في المجتمعات. هذه الاختلالات تعبر عنها المجتمعات بالانتفاض، وانتفاضاتها في بعض الأحيان تؤدي إلى نتائج إيجابية وفي بعض الأحيان تؤدي إلى ازدياد الضرر عليها. ولكن منطق الكون الذي خلق الله عليه هذا الكون قضى أن الشعوب في النهاية تصل إلى ما تريد. فنحن عندنا شاعر يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فلهذا من المعقول أن الحكومات
والنخب الاقتصادية والنخب الثقافية، والتي تكون في مجموعها الفئات المستفيدة عادة. هذا دائما عبر التاريخ، مهما حاولنا إلغاء لا نومنكلاتورا فلا سبيل لإلغائها. الأقوياء يضعون لأنفسهم السعة الكاملة واللازمة، وتبقى الفئات الأخرى التي تستطيع في بعض الأحيان أن تحتج وتنتفض، وفي بعض الأحيان لا تستطيع. هذه الفئات يحسن بالنخب المستفيدة من التنمية ومن الثروة الوطنية، والمكونة من السياسيين ومن المثقفين ومن كبار الموظفين ومن رجال الأعمال، يحسن بها أن تتحاور اجتماعيا وأن تجد الحلول للإشكاليات. واسمحوا لي، فإن الجميع يريد الإصلاح والجميع يريد الحلول، ولا أحد يريد أن يضحي. كل الناس يقولون أنهم مستعدون لكل ما هو إيجابي من الشعارات، لكن شريطة لا تمس ما عندهم، لا من مال ولا من سلطان ولا من امتيازات ولا من شيء، وهذا غير ممكن. طبعا لا بد من إنتاج أكبر، ولا بد من تنمية لكي نجد ما نوزع بيننا، ولكن كذلك لا بد من أن نتقاسم بعض الشيء. فيجب على الذين يستفيدون أن يفهموا أنه من مصلحتهم أن يستفيدوا شيئا أقل في بعض الأحيان، على أن يفقدوا أساس استفادتهم ألا وهو الاستقرار. فلذلك معشر السادة الكرام المحترمين، الاستجابة لمثل هذه الدعوات حين ندعى لكي نتحاور تصبح ثقيلة في بعض الأحيان. لماذا؟ لأنه نقول سوف نذهب وسوف نتكلم، ومهما كان الكلام ستكون النتيجة هي. لا، يجب أن تكون عندنا الجرأة والشجاعة الكافية لكي نقول الأشياء الجارحة والمؤلمة والضرورية. مرة جاء ضيف، يعني صديق للأسرة ووالد الفتاة التي استقبلت أصدقائها، قال لابنته هات بأصدقائك. وهو كان رجلا ميسورا، فجلسوا معه فقال لهم مما تشتكون شباب أمام رجل ميسور؟ قالوا نشتكي من أنكم أخذتم كل شيء. Vous nous avez tout pris. آن الأوان أن نرد بعض الشيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.